السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام. ان شاء الله النهارده جايين نتكلم عن الاكسلريشن وخاصة الجرافس. احنا مش هنركز على الاكسلريشن قد ما احنا هنركز على الجرافس. انتوا داخلين الفيديو دوت عشان تفهموا جرافس الاكسلريشن. تمام. جرافس الاكسلريشن عامله مشكله كتير من الناس، يعني هو ممكن يكون عارف يحل على الدرس وكده، ولكن اسئله الجرافس بتلخبطه. اول حاجه احنا مش جايين نركز على الاكسلريشن برضو، بس لازم نقول معنى الكلمه سريعا. كلمه اكسلريشن معناها ان السرعه بتاعت الحاجه، يعني اكسلريشن نتكلم عن السبيد، السرعه يا بتزيد يا بتقل يا ثابته مع مرور الزمن. هو ده تعريف الاكسلريشن اهو. دلتا في على دلتا تي دوت القانون بتاعها. دلتا في ديت احنا قلنا اللي هي في فاينل ماينس في انيشال، بس احنا مش جايين نتكلم على القانون ولا جايين نعرف ان انتوا عارفين كل ده. احنا جايين نتكلم على الجرافس. تمام. وزي ما قلنا الاكسلريشن يعني السرعه يا بتزيد يا السرعه بتقل يا السرعه كونستانت، وساعتها بقى بنقول في الحاله ديت ان هي زيرو اكسلريشن. تمام. طبعا او احنا قلنا عندنا ثلاث حالات للاكسلريشن: بوزيتيف اكسلريشن، زيرو اكسلريشن، ونيجاتيف اكسلريشن. انا هحاول اوضحها لكم بقدر الامكان، فخلينا ندخل في صلب الموضوع على طول. عامه ده قانون الاكسلريشن برضو احنا حطيناه هنا، والدلتا في دي اللي هي في فاينل ماينس في انيشال، او بيسموه في 2 ماينس في 1، ودلتا تي. تمام. اول حاجه احنا عندنا البوزيتيف اكسلريشن. قلنا بوزيتيف اكسلريشن معناها ان السبيد بتزيد، معناها السبيد بتنكريز، السبيد بتزيد. تمام. احنا عندنا ديستانس تايم، هنا ديستانس تايم، هنا فيلوسيتي وتايم، اكسلريشن وتايم. تمام. احنا قلنا عندنا في اول جراف اهوت السبيد بتنكريز. خلاص نشتغل على الجراف بتاع السبيد اهو. بوزيتيف اكسلريشن مربوطه بان السبيد بتنكريز، يبقى نروح على الجراف بتاع السبيد والتايم ونخليه بينكريز كده. ثانيه واحده، خلي بس من الاوريجن اهوت اهو بينكريز. تمام اهو. بس اظبط الرسمه اهي. تمام. طالع من الاوريجن وبيزيد، يبقى خلاص احنا قلنا ان السبيد بتنكريز. تمام. طيب دلوقتي انا هقول لك حاجه. خلينا دلوقتي نشتغل على الجراف بتاع الاكسلريشن. طالما السبيد بتزيد زي ما قلنا، يبقى هي بوزيتيف اكسلريشن. مادام بوزيتيف اكسلريشن يبقى هنحطها في مكان البوزيتيف هنا كده. في ادنى مشكله؟ مفيش ادنى مشكله. تمام. هنا الاكسلريشن هي ثابته مع مرور الوقت. تمام. طيب خلاص احنا كده اتكلمنا عن السبيد وهي بتزيد، وعن جراف الفيلوسيتي والتايم، الاكسلريشن والتايم. احنا قلنا بوزيتيف اكسلريشن يبقى هي خلاص كده ايه، محطوطه في الناحيه البوزيتيف فوق اهي. تمام. دلوقتي بقى الجراف اللي بيرغبط الكثير وهو بتاع الديستانس او ديسبيسمنت وتايم. تمام. دلوقتي احنا عايزين نوضح حاجه. احنا قلنا يعني اي حد بالمنطق كده او من غير ما اقصد من غير منطق دي هيجي بكل تسارع يقول لك بوزيتيف اكسلريشن السبيد بتزيد يبقى الديستانس بيزيد، وتلاقيه شد لك خط كده. طيب اصلا احنا عارفين ودي معلومه مسلمه وكلنا عارفين ان مادام في جراف ما بين الديستانس والتايم خط كده، يبقى ديت يونيفورم سبيد، يونيفورم فيلوسيتي. يعني ايه يونيفورم فيلوسيتي؟ يعني هي السبيد ثابته. احنا هنا قايلين البوزيتيف اكسلريشن السبيد بتزيد، احنا لو شدينا خط كده يبقى هي السرعه ثابته ما بتزيدش. خلاص يبقى نمسح الخط ده. يبقى احنا محتاجين نعمل حاجه تعبر عن ان السرعه بتزيد. طب هنعملها ازاي؟ بكل بساطه طبعا الكلام دوت على البوزيتيف اكسلريشن. هنقوم جايين شادين خط كده. ثانيه، يدعو ربنا كده. تمام. طيب هتقول لي اقنعني ازاي؟ هنا احنا قلنا ان السبيد بتزيد. تمام. احنا قلنا بكل بساطة ان طيب احنا قلنا بكل بساطة ان السبيد او لما نيجي نطلعها من جراف بتكون عن طريق الانجل او الثيتا. تمام. طيب عن طريق الانجل انا مش فاهم حاجة. بكل بساطة على الديستانس تايم هنا هنيجي نشد تانجنت هنا اهو. والنقطة اللي لمس فيها نخليها اهو بارلل للاكس اكسس. نشد تانجنت هنا اهو. ثانية واحدة. نشد تانجنت هنا اهو مثلا نعتبره تانجنت، والنقطه اللي لمس فيها نخليها للاكس اكسس. تمام. نشد تانجنت تحت خالص اهوت ونخليه للاكس اكسس. لو هتلاحظ كل ما نطلع فوق الانجل بتزيد اهي. الانجل بتزيد اهي، هنا زادت. يعني الرسمه التانية مش ادق حاجه فنحاول نظبطها برضو اهي. اهو او كل ما نطلع فوق الانجل بتزيد اهي. الانجل اهي الخضراء، الانجل الصفراء، الانجل البنفسجي. لو تلاحظ البنفسجي اكبر واحده، كل ما نطلع فوق الانجل بتزيد. ومادام الانجل بتزيد يبقى الفيلوسيتي بتزيد، لان السلوب هيكون بيزيد اهو. احنا قلنا سلوب، ثانيه اكبر بس الخط شويه. احنا قايلين السلوب لو زاد الانجل هتزيد،
يبقى الفيلوسيتي هتزيد. تمام تمام. هو دوت الجراف بتاع البوزيتيف اكسلريشن مع الدي والتي. خلاص نمسح كل ده، نمسح كل ده. مش عارف هعرف امسح دول ولا لا، بس مش عارف للاسف. اهو تمام. يبقى احنا كده قلنا السلوب هيزيد، السلوب زاد اهوت. ثانية واحدة، الانجل زادت لما السلوب زاد، اذا الفيلوسيتي زادت. تمام. دوت كان البوزيتيف اكسلريشن. هنبدا بقى نخش على الزيرو اكسلريشن. اول حاجه نوضح معلومه مهمه. يعني احنا قايلين القانون بتاع الاكسلريشن بيساوي في فاينل، او نخلينا في فاينل ماينس في انيشال على دلتا تي او التايم. تمام تمام. دلوقتي احنا عندنا حاجه ماشيه مثلا يونيفورم. يعني ايه يونيفورم؟ يعني مثلا الفي فاينل بتاعتها كانت ب 20 متر بير سكند، يبقى الفي انيشال بتاعتها ب 20 متر بير سكند. هي الحاجه ديت ماشيه قلنا بشكل اللهم ذكرني، ماشيه بشكل يونيفورم سبيد، يعني السرعه منتظمه. تمام تمام. خلاص بكل بساطه لو جينا نجيب الاكسلريشن بتاعتها، قلنا في فاينل ماينس في انيشال، هنيجي نجيب الفي فاينل 20 ماينس في انيشال 20 على الدلتا تي. ما علينا من الدلتا تي بكام؟ 20 ماينس 20 بزيرو على دلتا تي، وزيرو على اي حاجه بزيرو، فخلاص هتكون بتساوي زيرو. صح؟ يبقى خلاص احنا حطينا قاعده ثابته، قاعده ثابته ان اليونيفورم سبيد بتساوي زيرو اكسلريشن. يونيفورم سبيد زيرو اكسلريشن. تمام تمام. تعالوا نكتبها هنا اهوت قبل ما نشتغل. اهو يونيفورم سبيد قلنا بتساوي زيرو اكسلريشن. زيرو مدور اهو اكسلريشن. اعتذر عن جودة الخط. تمام. يونيفورم سبيد زيرو اكسلريشن. تمام. خلاص احنا دلوقتي قلنا يونيفورم سبيد، وهنشتغل على اسهل حاجه احنا حافظينها، ان اليونيفورم سبيد عندنا مع الديستانس والتايم دي احنا كلنا عارفينها، بتكون جراف بالشكل ده. ثانيه واحده اهو، طالع من الاوريجين كده. في ادنى مشكله؟ مفيش ادنى مشكله. طيب ده بالنسبه للزيرو اكسلريشن. احنا قلنا زيرو اكسلريشن يعني يونيفورم سبيد. يونيفورم سبيد يعني ده هنيجي بقى على جراف الفي والتي. احنا قلنا يونيفورم يعني ما بيتغيرش، يعني هنخلي الفيلوسيتي ثابته كده اهو. الفيلوسيتي ثابته ما بتتغيرش، الفيلوسيتي ثابته ما بتتغيرش، الفيلوسيتي ثابته ما بتتغيرش. تمام تمام. في ادنى مشكله لحد دلوقتي؟ مفيش ادنى مشكله. يبقى تاني دي هنا مع على مرور الوقت في اليونيفورم سبيد اهوت طالع كده سهم من الاوريجين. هنا الفيلوسيتي ثابته، يونيفورم سبيد يعني السرعه ثابته ما بتتغيرش. تمام. ودلوقتي وصلنا لاخر جراف في الزيرو اكسلريشن وما بين الاكسلريشن والتي. تمام. احنا قايلين عندنا الزيرو اكسلريشن، زيرو اكسلريشن، زيرو اكسلريشن. احنا عندنا ده بيعبر عن الاكسلريشن. تمام. زيرو اكسلريشن يونيفورم سبيد. تمام تمام. احنا قايلين مادام عندنا يونيفورم سبيد يبقى نركز ان هي زيرو اكسلريشن، ومادام زيرو اكسلريشن بكل بساطه يبقى تبقى تحت خارجه من الاوريجين عند الزيرو كده. هيكون ده شكلها. في ادنى مشكله؟ لا. بص، بوزيتيف اكسلريشن هتلاقيها عندك فوق، بوزيتيف اكسلريشن من فوق. بالنسبه للزيرو اكسلريشن فين؟ هتلاقيها تحت هنا على الاوريجين اهي. تمام تمام. خلينا نكمل دلوقتي بقى، نبدا ندخل على النيجاتيف اكسلريشن. تمام. النيجاتيف اكسلريشن برضو لو انت فهمت اللي قبلها هتفهمها بسهوله. تمام. وعمليه المقارنه في النيجاتيف اكسلريشن برضو الديستانس وتايم، فيلوسيتي وتايم، واكسلريشن وتايم. تمام. اول حاجه خلينا نبدا بالفيلوسيتي. احنا قلنا كده دي اسمها اهو فيلوسيتي انكريز، صح؟ اهو التايم بيعدي الفيلوسيتي بتزيد. بصوا بقى، كده الفيلوسيتي بتقل، كده الفيلوسيتي مالها؟ كده الفيلوسيتي بتقل. تمام 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 تمام. اهو قلنا الفيلوسيتي بتقل. ده نيجاتيف اكسلريشن. قلنا نيجاتيف اكسلريشن معناها اهو نكتبها هنا، هذه السرعه مالها؟ بالديكريس. ثانيه واحده، الفيلوسيتي بالديكريس. تمام تمام. خلاص قلنا الفيلوسيتي بالديكريس اهيت، الفيلوسيتي نازله. تمام تمام. مفيش ادنى مشكله. دلوقتي بقى نبدا. احنا قلنا نيجاتيف اكسلريشن، خلاص نيجي عند الاكسلريشن من تحت في النيجاتيف اهوت. ثانيه واحده، عند الاكسلريشن تحت نيجاتيف اهو، هو ده الخط اهو تحت من نيجاتيف في الاكسلريشن. تمام. بالنسبه بقى للدي، والناس بيشوفوها اصعب حاجه. تمام. الدي اسهلهم. بصوا فوق كده في البوزيتيف اكسلريشن، احنا كنا بنحاول نخلي واحنا طالعين الانجل بتزيد
عشان لما الانجل تزيد يبقى معناها ان السبيد زادت، زي هنا اهو احنا قلنا السبيد بتزيد. احنا بقى المره دي هنحاول نخلي الانجل تقل عشان السبيد تقل. طيب هنخلي الانجل تقل ازاي؟ بكل بساطه احنا عاملينه فوق بيدعي ربنا كده، هنعمل التاني او بصوا كده، طالع من الاوريجن عامل كده، ثانيه، طالع من الاوريجن عامل كده. ماشي تمام الى حد ما شغال. احنا دلوقتي بقى لو جينا نحاول نجيب الانجل على الانجل اللي طالع كده، هنلاقي ان الثيتا بتقل. يعني بصوا كل ما بنطلع الثيتا بتقل اهي. شد تانجنت هنا اهي مع البوزيتيف اكس اكسس، شد تانجنت هنا مع البوزيتيف اكس اكسس، شد تانجنت هنا مع البوزيتيف اكس اكسس، هنوصل اقل نقطه هنا شد تانجنت مع البوزيتيف اكس، هنلاقي الانجل بتقل. فكده احنا كل ما بنطلع الثيتا بتديكريز، الثيتا اللي هي الانجل اللي هنا دي، دي ثيتا مثلا، ثيتا تمام. ثانية واحدة تمام. او كل ما بتطلع قلنا ان الثيتا بتديكريز، كل ما بنطلع الثيتا مالها بتديكريز. هو ده عامة الجرافس، حاولت ابسطهم بقدر الامكان. قلنا هنا السبيد بتزيد، هنا السبيد ايكوال زيرو، اقصد الاكسلريشن ايكوال زيرو، اعذروني. هنا قلنا السبيد يونيفورم او ثابته، يعني ايه اليونيفورم ثابته؟ لكن واحد ماشي، بصوا ماشي بنفس السرعه ما بيغيرش سرعته، مركز في طريقه ماشي بنفس سرعته، هو ده الزيرو اكسلريشن تمام. وبرضه نوضح ليه هو بيساوي الاكسلريشن بتاع اليونيفورم بزيرو. زي ما قلنا هي الفي الانيشيال، واحنا بنعمل لهم ماينس بعض طالما اوفر الدلتا تي، لو عملنا لهم ماينس بعض عشان هما زي بعض هيطلع بزيرو، وزيرو على الدلتا تي هيطلع لنا بزيرو، اذا زيرو اكسلريشن. هنروح في الاكسلريشن نحطها عند الزيرو، واحنا قلنا ان الفيلوسيتي ثابته، يبقى خلاص نخلي الخط ثابت. ومادام ديت يونيفورم سبيد معناها ان الديستانس يبقى اهو. بصوا يعني نعتبر ان عندنا في الجراف ده مثلا اهوت، نحط ارقام مثلا 2 4 مثلا 1 2، هنلاقي مثلا عند الاتنين اهوت السرعة 2 متر بير سكند. هنا برضو دي 2 اهيت 2 متر بير سكند، يبقى هو دوت اليونيفورم سبيد. احنا لو جينا نجيب في اي مكان هنلاقي ان السرعة ثابتة، السرعة ثابتة تمام تمام. ده الزيرو اكسلريشن. فوق البوزيتيف اكسلريشن خلاص ناقشناه. قلنا البوزيتيف اكسلريشن اهوت، هنا السبيد بتزيد هي طالعة لفوق. بوزيتيف اكسلريشن اهو، الاكسلريشن في الناحية البوزيتيف. وهنا احنا قلنا طالما دوت بوزيتيف اكسلريشن معناها ان السبيد بتزيد، معناها مادام السبيد بتزيد يبقى لازم الانجل اللي هنا تكون بتزيد. احنا لو نزلنا تحت اهوت هنلاقيها اقل انجل حرفيا اهو مثلا. مش الرسمه مش احسن حاجه، انما دلوقتي لو طلعنا فوق ومثلا رسمنا تانجنت اهوت اهو، خط مع الاكس، لا ثانيه، مش اكتر حاجه مظبوطه، ولكن هو كل عامه. اما بنطلع الثيتا هنلاقيها بتنكريز اهو، الثيتا بتنكريز، على عكس تحت عندنا الثيتا هنلاقيها بتديكريز واحنا طالعين تمام تمام. وبس يعتبر نكون وصلنا لنهاية الفيديو، فلو في اي اسئلة اكتبها لي تحت في التعليقات. اتمنى اكون بسطت عليكم المعلومة، والسلام عليكم.